السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى المجلس السادس عشر من مجالس شهر الخير، شهر رمضان المبارك. انتهينا من النصف الأول من رمضان ودخلنا في النصف الثاني. فيا الله يا رمضان، ما أسرع خطاك، تأتي على عجل ثم تذهب وتتركنا. أيها الأحبة الكرام، رمضان هو شهر الصبر. إذا علمت أن رمضان هو شهر الصبر فاصبر على صيام شهر رمضان، واعلم بأنه ركن من أركان الإسلام، وتعود على الصبر دائما، وصم كل 3 أيام من كل شهر. ولا تنسى أيضا الصيام والصبر والتجلد فيه ابتغاء وجه الله سبحانه. اصبر على كل طاعة تؤديها لله عز وجل، واستفد من هذا الشهر، شهر الصوم، بأن تجعله شهرا للصبر. فلا تصلي ولا تقرأ القرآن ولا تؤدي الأعمال الصالحة بغصب عنك، بل تصبر واحتسب الأجر حتى يكتب لك الله عظيم الأجر، فإن عظم الأجر مع عظم الصبر. عش بقية عمرك متصبرا مستعفا مستغنيا ليصبرك الله، ولا تقف على أبواب التجار ولا على أبواب المسؤولين، ولا تسأل أحدا إلا الله عز وجل، فإن الله هو الذي أعطاهم، وهو الذي سيعطيك، وهو الذي سيسهلهم لك. ما عليك إلا أن تدعو الله وأن تصبر وتتصبر في هذا الشهر الكريم وفي غيره. ومن أعظم الصبر في هذا الشهر الصبر عن الطعام والشراب في الأكل. في رمضان تصبر عن الأكل وعن الشرب وعن غيرها، فلماذا لا تصبر على ترك الدخان والشيشة والسيجارة والشمة وغيرها وتتركها لله سبحانه وتعالى؟ عود نفسك على تركها تصبرا منك وطلبا للأجر من الله سبحانه. استفد من صيام شهر رمضان في أن تصبر على الناس وعلى أذاهم، وأن تدعوهم إلى الله، وعلى مخاطبتهم والتعامل معهم، فإن ذلك من عظيم الصبر عند الله. كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير عند الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. اعلم أن الحياة كلها لا بد لها من الصبر، فجاهد نفسك في هذه الحياة على الأعمال الصالحة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. تخلق بالصبر وجاهد نفسك على طاعة الله سبحانه وتعالى. قو إيمانك بالله سبحانه وتعالى وكن صابرا سموحا، فإذا جمعت بين الصبر والسماحة فقد جمعت أعلى مراتب الإيمان. ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. أسأل الله عز وجل أن يصبرنا وأن يرزقنا قوة في الصبر والسماحة. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، وإلى لقاء آخر في مجلس آخر من مجالس شهر رمضان. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.